انا لما بغضب ما بعرفش اهدى غير لما اضرب واشتم وازعق واصرخ او اكسر. انت وحظك بقى. لو انت من الاشخاص اللي بتفرغ الغضب بتاعها وانفعالها بالشكل ده يبقى الفيديو ده ليك. لاحظت قبل كده وانت غضبان ان جسمك كله بيكون في حالة طوارئ؟ الجسم بيكون مستعد للفايت اور فلايت، يعني للقتال او الهروب. المخ بيفسر الموقف اللي انت فيه على ان في تهديد وفي خطر، والمنطقة اللي بتفسر ده في المخ اسمها اللوزة الدماغية او الاميجدلا. طيب، الاميجدلا بتبعت رسائل للجهاز العصبي السمساوي انه احنا في وضع مهدد، او انه في خطر قدامنا او بيلاحقنا. فبالتالي بتلاقي الاعراض اللي مسيطره عليك في الوقت ده هي سرعه ضربات القلب، قلبك بيدق بسرعه قوي، حاسس ان التنفس بتاعك سريع، عضلات جسمك كلها بتكون مشدوده، مفيش ارتخاء في العضلات كده. فبالتالي كمان بتحس ان في طاقه مكبوته بقى في احد مناطق جسمك. يعني في ناس تقول لك الطاقه دي انا بحس بيها في رقبتي، في ناس تقول لك في بطني. من التولز المساعده قوي انك تفرغ الطاقه دي، ولكن في نفس الوقت تفضل محافظ على اتزانك، انك تستخدم التنفس البطيء العميق. التنفس مهم جدا لهدوء الجهاز العصبي، لانه بيعمل زي ريفرش كده، وبالتالي مخك بيرجع له اشاره او بياخد رساله انه الدنيا ربيع والجو بديع، وقفل لي بقى على المواقف والمواضيع اللي تحرق الدم دي. يعني الحاجات المهمه قوي ان انت لو في قاعده غيرها، يعني لو انت قاعد قوم وقف، لو انت كنت واقف اتحرك، لف في المكان، لو انت في بيتك امشي بشكل سريع، لو انت بره في مكان اوبن يسمح لك ان انت تتمشى اتمشى حتى لو في الشارع، لو انت في مكان زي نادي في تراك يسمح لك انك تجري اجري مفيش مشكله. في ستات في الجلسات بتقول انا بعرفش اهدى غير لما اصرخ. اتس اوكي، معاكي اوبشن انك تصرخي بس في مخده عشان الصوت يعني الناس ما تنزعجش اللي حواليكي. المهم ان انا اهدي جسمي، فلما جسمي يهدى هيبعت اشاره تاني لمخي انه الدنيا امنه. فبالتالي كل الاعراض اللي كنت حاسس بيها المرتفعه وشده الجسم، هلاقي عضلاتي بدات ترتخي، التنفس بتاعي بدا يبقى طبيعي، قلبي مش بيدق بسرعه. فهنا انا في وضع الامان او الوضع الامن.